الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نتكلموا إن شاء الله بعجالة باش نذكر المواطنين فقط. تكلمنا عن المشاريع، قلت إن شاء الله إذا كان ترشحت للانتخابات وكنت من أهل الدنيا وكان عندي نصيب في الانتخابات. تكلمت عن المشاريع بتوضيح، يعني مش توضيح كامل وإنما توضيح جزئي، لأني ما نقدرش نتكلم مع كامل المشاريع في خلال الفيديو. ما نكذبش عليكم، لازم الإنسان يكون معكم صريح. المشاريع اللي إن شاء الله راح نديرها هي نفس المشاريع اللي مبروغرامها في راسي. وكذلك ما تكلمتش على مشروع هام وهام جدا، هو حي سيدي سالم. حي سيدي سالم، أنا من سكان حي سيدي سالم وأعتز بذلك وأفتخر بحي سيدي سالم. ومن هذا المنبر العظيم أزف تحية خالصة لرجال ونساء وشيوخ حي سيدي سالم. حي سيدي سالم إن شاء الله لكان وفقني به ربي وكنت من المترشحين لانتخابات البلدية. يعني رايح نخصص له يعني ميزانية خاصة به، لأني قاعد نشوف فيه وأنا كولد حي. نبداوها بأبسط الأمور. الطرقات تاع سيدي سالم راهي اللي تخدمت يعني مؤخرا، رانا يعني معنا ما نشوفوا فيها بنكذب بكل صراحة. تصب قطرة تاع ماء تلقاها، نهضر لكم بالعامية معليش، تلقاها بركة تاع ماء. الراكب ما يقدر يفوت والماشي على رجليه ما يقدر يفوت. هذا بالنسبة للطرقات. بلا ما نحكيو على الأمور الأخرى. بالنسبة على حي سيدي سالم، هو حي راقي بامتياز وحي ساحلي بامتياز. لازم تكون عنده فيه تهيئة ملاحة، يعني يجلب السواح حتى الإنسان كي يريح فيه يريح. أي منطقة سياحية، كي نقول لك منطقة سياحية يعني ترتاح فيها. يعني المكان اللي تريح فيه لازم تخدم له حوايج تاعو تناسبه. لازم يكون عنده مثلا أماكن للترفيه، مثلا أماكن للجلوس العائلات كي تجي تما تريح، تلقى أماكن تريح فيها بقدر. مش يجي طيش روحه في الرمل. وعلاه ما يكونش عندنا احنا دي كورنيش كيما في البلاد، وعلاه ما يكونش عندنا دي كورنيش كيما في بلديات أخرى في مناطق ساحلية أخرى. الحمد لله زعما بناولهم، زعما بناولهم ساحة. الساحة هذيك ما فيها حتى شجرة. يا عباد الله، هذه ساحة منك للأرض، تقعد في الأرض، تشرب قهوة تسبوت، تروح تشرب قهوة برا تمشي بها. بناولها ما يحب يقول الاكشاك. الاكشاك هذيك ما دارت حتى شيء، ما عندهم لا كراسه، ما عندهم الحوايج تغطي تكوفري الناس اللي تجي تريح في الصيف. ما هوش المصطاف كي يجي يشرب مثلا قهوه ولا يشرب قرعه موناض ولا يشرب اي حاجه ولا يشرب جي ويقعد في كرسي، يقعد ما عنده لا باراسول لا عنده حاجه تستره من الشمس. ما كانش منها، مستحيل هذه باه تكون الحوايج هذه. كور بلا اشجار، كور بلا مناطق ترفيهيه للاطفال باش يجوا يلعبوا تما. يعني يحب يقول يدير لك حاجه يخلي لك الف حاجه. هذه النقاء سياسه بربي راح نتكلم عليها وراني ما نطولش عليكم الفيديو. انا عندي عقليه تاع انسان كي نحكم باش نبدا نهضر، مادامني مازال ما حكمت حتى شيء ما نجمش نهضر. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعطي وعد البحريه ان شاء الله اللي يشخشبوهم مساكن. في كل مره يحطوا لهم في منطقه يعني الزوارق تاعهم تاع الصيد، كل مره يحطوهم في بلاصه. ان شاء الله نخصص لهم مكان ان شاء الله تاع خاص بهم هما. بالنسبه للصيادين. وان شاء الله نقضيو على الظاهره تاع السفن الكبيره اللي تجي تقع على الصيادين في الحاشيه. الناس تزيد تخرج تتسرق، وهو باش يهز مثلا السفينه تاعو يروح على بعد 40 متر كما خولها له القانون البحري، 40 ميل. يجي يدار يصيد في الحاشيه، يقطع خبز انسان زوالي قاعد يسترزق. كاين امور بزاف اللي لازم نهضر فيها، بصح ما يكفينيش الوقت باش نحكيها في فيديو. ان شاء الله الا كان سهل علينا ربي وترشحت بربي ان شاء الله الامور هذه كلها يعني بالي بها، لاني ولد حي سيدي سالم وولد المنطقه واعتز وافتخر باني اني حي سيدي سالم. احنا نورمالمون رجال تاع سيدي سالم نخدموا، مش نهربوا عليه ونخدموا اماكن اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.